حلو قوي السؤال ده. تعالى بقى اقول لك على قصه هتعرفوا كويس جدا ايه الفرق بين الليزر وبين الجراحه التقليديه في علاج امراض الشرج. في مريض جالي العياده، المريض ده الحقيقه كان بيعاني من امساك مزمن وراح عمل عمليه للبواسير بالجراحه، وبعد العمليه قعد يعاني من مشكله كبيره جدا حصلت له، غير المشاكل اللي بتحصل بعد الجراحه بقى كنزيف والتهاب. هو جاله ضيق في الشرج، وده بقى يحصل في نسبه كبيره جدا بعد الجراحات التقليديه للبواسير. وبعد ما جاله ضيق في الشرج برضه مشي في سكه غلط وراح لجراح تاني مش ليزر، حاول يعمل له توسيع للضيق ده بالجراحه مش بالليزر، وده اسوأ حاجه ممكن تحصل لان الجراحه هتسبب ضيق زياده تاني مش هتحل مشكله الضيق اللي حصل في الاول. وكرر العمليه ديت مرتين في دولتين مختلفتين، وفي النهايه بعد ما سمع عن عياداتنا راح جالي العياده وعملت له عمليه بالليزر. ما خدناش حوالي 20 دقيقه في العمليه دي، رغم انها موضوعها كان كبير، ان الضيق كان عنده لدرجه شديده جدا. المريض ما كانش ولا مره بيقدر يعمل عمليه تبرز بشكل طبيعي خالص، ونشكر ربنا عدى الموضوع بخير والعمليه نجحت. وفي اول زياره للمريض ليا بعد يومين من العمليه قال كلمه ما اقدرش انساها لحد دلوقتي خالص، ودي توضح الفرق فعلا بين الليزر والجراحه. قال لي يا دكتور انا اول مره من 23 سنه احس ان انا انسان طبيعي وبقدر ادخل التويليت زي الناس الطبيعيين، كل يوم اقدر اتبرز بشكل طبيعي. انا قعدت 23 سنه بعاني من ضيق وصعوبه في الاخراج نتيجة الجراحات اللي أنا عملتها. طب ليه طيب نروح بقى للتعب دوت ونقعد ندور على جراحة وجروح ومشاكل ومضاعفات ممكن تحصل؟ ما نمشي زي ما احنا بنقول ونلجأ للليزر، الحل الأسهل ومشاكله أقل بكتير، وحياتك بترجع طبيعية من تاني يوم من غير مضاعفات مستقبلية. معاكم دكتور أكرم ميلاد، استشاري الجراحة العامة وجراحة الشرج والقولون وعلاج أمراض الشرج بالليزر. تابعونا.